كام حلم كنا عايزين نعمله وكام فكرة جت في دماغنا، بس ما ابتديناش فيها مش بسبب الفلوس أو الخوف من الفشل، كان بسبب رأي الناس. موضوعنا النهاردة عن رأي الناس وقد إيه إحنا مدين له حجم في حياتنا أكبر مما تتخيل. هديك مثال سريعا. إن أنت لو قدامك بيبي حلو وكان بيتعلم المشي، مرة يمشي مرة يقع مرة يقف مرة يمشي مرة يقع مرة يقف وهكذا. لو هو كان عنده الادراك بتاعنا اللي هو ايه ده، طب الناس بتبص لي ايه ده، طب الناس مش عارفه ايه، كان لحد دلوقتي زمانه ما مشيش. متخيل حاجه زي دي؟ فرأي الناس حاجه لو احنا بناخدها بدافع السلبي او اللي هو الخوف والتقدير الاوفر، ده يعود عليا بالسلب. لكن ان انا اسمع النصيحه اوكي، واقلبها في دماغي، يعني اسمع النصيحه ومش بس اخدها ويلا بينا هو فعلا هو فاهم وبتاع. لا، افهم انا اصلا بسمع من مين وهو فين. ولو هو بينصحني بحاجه، طب ما كان هو عملها. في مثال كده مش عايزين نقوله، بس لو فعلا هو كان عنده حاجه نصيحه زي دي كان هو عملها، هو اولى بيها. فكم مره ابتدينا في ان احنا نقول هننزل جيم، هنفتح قناه على اليوتيوب، هنعمل المشروع العلاني، هشتري التيشيرت الفلاني، هعمل القصه اللي مش عارفه ايه، هسافر فين، هاجي منين، هشتري ايه، هودي ايه. بس جيت في الاخر وعملت زي اللي هو ايه، بيحكي حكايه في الاخر راح عامل لك ازاي. بس ايه بقى، طنطنط ايه بقى؟ راي الناس هتقول ايه؟ هو انا لو جبت البنطلون ده الناس هتقول ايه؟ وانا لو نزلت الجيم اصلا وانا رفيع، اول ما اخش الجيم الناس تتريق عليا، طب الناس هتقول ايه ده جاي يتمرن ليه؟ طب هو انا لو الناس هتقول، فاهم؟ كذا حاجه بحط عقبه في عقبه في عقبه في عقبه. طب انا دلوقتي ما نفذتش حاجه، طب ما انزل واشوف واقابل واواجه واشوف الدنيا هتمشي معايا ازاي، واحط بلان. انا عملت دي بس وقعت في دي، انا عملت دي بس المفروض كانت تحصل دي، النهارده وقعت، بكره مش عارفه ايه، بعده ايه، بعده ايه، هوب بعد شهر انت ضن في الحاجه دي وتقدر تعلمها كمان لحد. لكن ان احنا نقعد ندي الناس حجم اكبر من حجمهم ونأخر نفسنا بسبب حاجه تافهه زي دي، بجد يبقى احنا العيب علينا. العيب علينا. واحنا كنا زمان كرجاله كان عندنا من القدرة ان احنا نعمل الحاجة. لو ههد الجبل وهبنيه بس انا هعمله ومش هبص لحد. طب ماشي، طب ما احنا ليه بقينا بقى دلوقتي في تراخي وخايفين وثقتنا بنفسنا بقت قليلة وبنسمع جامد وبنرمي ودننا اصل فلان عمل بس ما مش عارفه ايه، اصل فلان هيقول عليا ايه، اصل ابن خالتي، اصل بنت عمي، اصل كل ده مش لازمه. اعمل، لان كل دول في الاخر مش هينفعوك. واقول لك بقى على حاجه، وقت ما انت تعمل وتنفع وتنجح هيقولوا لك تصدق انت كان معاك حق، تصدق مش عارفه ايه، تصدق. فهو من الاول اصلا ده. غير بقى حاجه تانية عايز اقول لك عليه، النوايا. يعني انا عارف ان مثلا سين ده لو عمل الحاجه دي وكمل فيها ده هينجح وهيبقى احسن مني، فانا ههبطه، اقول له لا يا باشا، فكره فاشله يا عم. ده صاد عملها وبعد اسبوع باع مش عارفه ايه وباع ايه والدنيا باظت. طب انا سمعت فكك، ابذل مجهود في حاجه، شوفها الاول، اقرا عنها، شوف بتتعمل ازاي، شوف مين عملها ونجح فيها وازاي مشي فيها وبدايته كانت ايه. ما تشوفش برضو النتيجه بس، لان قبل كده اتكلمنا في الموضوع دوت، موضوع النتيجه. لا، انت ما تبصش على النتيجه بس، بص على السيناريو كله. شوف الدنيا كانت بتقول ايه وابتدى ازاي وكان فين وبقى فين والحاجات دي كلها. كل ده يفرق معاك نفسيا، لان انت اول ما بتشوف بني ادم عامه لما بيشوف ان حد عمل حاجه بيصدق ان هو يعملها. يعني ما دام انا شفت ان ده عملها فبيجي جوايا هاجس، طب ما انا اعملها. ده البني ادم النورمال. لكن في ناس تانية يقول لك ده هو عملها عشان وعشان ده بقى عايز يعجز نفسه باي طريقه. يعني ده عايز يعجز نفسه باي طريقه. يا ابني طب ما هو محمود عملها، طب ما تعملها. ما هو انا اصلي ممكن يبقى شكلي مش، اصل انا مش هعرف اتكلم في اصل يفضل يعطل في نفسه ويكسر في نفسه. اقول لك مثال كده كانوا بيقولوا بره الاجانب،
بيفضلوا ورا الغبي لحد ما يبقى ذكي. احنا هنا بنفضل ورا الذكي لحد ما نخليه غبي. طب وليه يا عم؟ ليه تكسر في مقاديف ده؟ وليه لا؟ يا عم لو عايز تقول كلمه حلوه قولها، مش عايز ما تضايقش حد، وسيبه لله يا عم، مش لحد يعني، مش لنفسك. وانت ركز في ورقتك وبص فيها واعمل اللي عليك وزياده، ولا ضرر ولا ضرار، لا اكتر ولا اقل. فده موضوع النهارده لذيذ خفيف وفي صلب الموضوع وبيمس ناس كتير قوي. فلو عجبك الموضوع دوت اديني كومنت واشتراك في القناه، وعشان نتابع كل جديد مع بعضينا، ويا رب كلنا نخش الجنة.